مفاجأة، نقل مكان لعب مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية. مرحبا بقناة الخبر. دعونا نذكر بالضغط تعازر لك لنرى ما هي آخر أخبار المنتخب المغربي. أولا دعونا نبتدئ ونقول وفضيحة، غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجزائريين. لماذا؟ تم إعطاء بنزيما فيلا كهدية له عربونا على زيارته للجزائر. أغرب ما يمكن أن نسمع، وتصرفات الجزائر أصبحت غريبة وخرجت عن المنطق. هل يعقل أن الجزائر كانت تنتظر لاعب من أجل أن تحتفي به؟ الآن فهمنا لماذا كانوا يتهجمون على المملكة المغربية ويتهجمون على اللاعبين الجزائريين الذين يزوروا مراكش. ما يفعلوه اليوم سابقة من نوعها. دخل رئيس بلدية مكان مسقط رأس بنزيما على خط استقباله وأعلن عن تسمية شارع باسمه، وأيضا أضاف على ذلك سوف يتم إعطائه فيلا حصرية من أجل خدمات بنزيما. هذا الخبر تلقاه الشعب الجزائري صاعقة. الجزائر التي تعاني الويلات والأزمات، كيف يتم تبذير الأموال بهذه الطريقة؟ قال أحد النشطاء الجزائريين: صحيح نحن نحب بنزيما ونتابعه، لكن هل يعقل ما يتم إعطائه فقط لأنه زار مسقط رأسه الجزائر؟ بنزيما الذي لأول مرة يزور الجزائر أساسا لا يعرفها، أخذتوه لمؤتمرات، لمسابقات، لمشاريع، جعلته وجهة لترويج السياحة، ولم يتبقى إلا أن يستضيفه وزير السياحة الجزائري ذاته الذي قال أن الجزائر سوف تحتضن 400 مليون سائح بنهاية العام. هل يريدون جلب 400 على حساب بنزيما أم ماذا؟ وهذا ما أثار جدل وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وبما أننا فتحنا باب الجدل بعيدا عن بنزيما، دعونا ننتقل لرياض محرز. الصحيفة الجزائرية تقول: يجب إقالة مدرب الجزائر الجديد لأنه نسخة طبق الأصل عن وحيد غالوزيتش، تحت عنوان: أزمة عبد الرزاق حمد الله مع المغرب تتكرر بالجزائر. رياض محرز يكذب مدرب منتخب بلاده. تصريحات مدرب المنتخب الجزائري الجديد تسببت أزمة بالجزائر. ما حدث للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي قبل عامين يتكرر بالطريقة نفسها تقريبا حاليا مع الجزائري رياض محرز جناح الأهلي السعودي. بفبراير 2022 خرج البوسني غالوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي وقتها مؤكدا أنه تواصل مع حمد الله واخطره للاعب برفض الانضمام لمعسكرات أسود الأطلس إلا إذا ضمن المشاركة أساسيا، وهو ما نفاه محترف العميد مشددا على أنه لم يتحدث ولم يحدث أي تواصل بينه وبين المدرب. وعندما نرى مدرب المنتخب الجزائري أيضا بدوره خرج وقال: أنا تواصلت مع رياض محرز، لكن رياض محرز تعذر ولا يريد تمثيل الخضر، ورياض محرز يخرج ليكذب تصريحات المدرب. السيناريو هنا يتكرر. لهذا ذكرت الصحافة الجزائرية: علينا إقالة مدرب الجزائري الجديد لأننا نشعر أنه نسخة من غالوزيتش الذي منذ أن رحل عن المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي يعيش باستقرار بنجاح بإنجازات. وعلى هذا هناك علاقة متوترة داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم وداخل اللاعبين أنفسهم مع المدرب. إذن دخل الخضر لنفق مظلم. لاحظوا كيف أن صحافة الجزائر اعترفت بإنجازات المنتخب المغربي دون أن تدري، مع العلم بأي لقب يحصل عليه أسود الأطلس أو نجاحات المنتخب المغربي أيام كأس العالم. كانت الجزائر تحاول التشويش على ذلك، تارة
بمنع بث المباريات وتارة بحذف اسم المغرب. اليوم يقولون علينا الاقتداء بما فعله المغرب عندما أبعد وحيد غالوزيتش. نقول لهذه الصحافة الجزائرية: نحن لدينا وليد الركراكي، وليد الركراكي الذي دخل اليوم إلى العالمية، وذلك بالإنجازات المتتالية رفقة قائمته السمينة. أتعلمون أن قائمة الركراكي اليوم حول المنتخب المغربي يحسدها عليها كبار المدربين حول العالم؟ لدينا أسماء عديدة: هجوم، دفاع، حراس، وخط وسط. حراس ياسين بورا، الجانب الأيمن أشرف حكيم، إبراهيم دياز بالهجوم، أضف على ذلك حكيم زياش. أسماء كبيرة وجميعها حصدت ألقاب بالآونة الأخيرة. وبما أننا نتحدث عن الإنجازات المغربية بما يخص المنتخب، دعونا ننتقل إلى المباريات القادمة مع الكونغو الديمقراطية. مباراة المنتخب المغربي والكونغو، مصدر يكشف تفاصيل تغيير ملعب المباراة. أكد مصدر مقرب من الجامعة الملكية المغربية أن جميع الترتيبات اللازمة قد تم اتخاذها للسفر إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره الكونغولي ب 11 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. أوضح المصدر أن الجامعة الملكية لم تتقدم بأي طلب لتغيير مكان المباراة، وأن الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المسؤول عن تحديد الملاعب بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف والمنتخب المضيف. إذن يستعد المنتخب الوطني لهذه المباراة المهمة بتركيز عال، حيث يسعى لتحقيق فوز يجعله بمقدمة المجموعة ويقربه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم كأس الأمم الأفريقية. هذا ما أكده مصدر مطلع من داخل الجامعة. ويجب أن نشير أن هناك مباراة مرتقبة بيننا وبين زامبيا، من بعدها مباراة كونغو. هذه المباريات التي نتحدث عنها اليوم الركراكي يعول عليها كثيرا، لأن هذه المباراة سوف نشهد بها مجموعة لاعبين جدد وغير مسبوقين والتركيبة مختلفة. أضف على ذلك الخطة، حيث أن وليد الركراكي قال وبالحرف: انتظروا لكي تروا خطة غير مسبوقة ومختلفة كليا عن الذي لعبناه بكأس العالم، عن الذي لعبناه بالكان الكوت ديفوار. لماذا الركراكي يريد تبديل الخطة؟ الجواب واضح: بعد الانتكاسة التي عشناها بالكان، وأيضا خرجت هناك بعض التصريحات تقول أن الأقجع أعطى الثقة من جديد للركراكي. إذن هناك حمل ثقيل على وليد الركراكي اليوم، يريد أن يظهر أمام الجميع أنه وضع النقاط على الحروف ومسك زمام الأمور بما يخص تشكيلة المنتخب، خطة اللعب، لنبقى مستمرين لحصد الألقاب المتتالية، لقب خلف لقب ونجاح خلف نجاح إلى العالمية. نقول للمنتخب المغربي: سير سير سير، 40 مليون مغربي وراكم، كل الحب والتقدير. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.